عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأصدقائي، وعودة وياكم تصوير مقطع فيديو جميل لأخ وعزيز وصديق الأخ سرجون من كندا. صراحة الأخ سرجون عزيز علينا وأخونا وحبيبنا، فحبينا نختار له طيرة وفحل من العيار الثقيل الصراحة. إخواني وأصدقائي، هذا الطير طبعا تك فحل، وإن شاء الله وياكو تك طيرة راح نصورها بمقطع فيديو ثاني. هذا الطير جدا مميز. هذا الطير صراحة أنا كنت بايعه لأحد دول الخليج، الكويت تحديدا، ولأن أبو هذا الطير يعني صراحة بعد ماكو، يعني ما موجود، اللي هو 650 يكون نصف أخ لعاصفة الأولمبيات الأولمبيك ستورم اللي موجودة عند الدكتور البطل أحمد مجيد. يعني أبو هذا الطير هو أخو عاصفة الأولمبيات. أما هذا الطير فهي 091 بنت مباشرة دايركت للبطلة الدايموند كيتل. طيرة متسابقة عملاقة، تسجيلاتها جدا قوية عند الأسطورة البطل ديريك فان دي مولوك. وأنا وأصدقائي صراحة للأمانة الطيور، هذا الطير جدا جاهز، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني أشياء جدا جميلة. فهذا الطير الصراحة أنا رجعته لأن أبوه يعني بعد ما عندنا هيك تركيبة، فطلبت من الأخ محمد رياضة إنه يبعث لي إياه، وما قصر، دز لي إياه على أساس أدخله لستوكاتي. قبل لا أدخله لستوكاتي تواصل وياي الأخ والحبيب سرجون مثل ما قلنا من كندا، وطلب من عندي زوج حمامات، وقال لي انت اختار لي يعني. فاكيد اني يعني اذا اختار له فاختار له يعني من مونة الحمام اللي موجود عندي للامانة. فالصراحة ما عزيت عليه هذا الطير الفحل، ويستاهل ان شاء الله، ونسمع عنه اخبار طيبة. متسابق الاخ سرجون في كندا، متسابق بطل على مستوى النقاط مشتركة كذلك، وإن شاء الله هذا الطير يوصله هو وبعد طيرة راح نصورها مثل ما قلنا، يوصل بخير وسلامة، يفرحن ونسمع عنه كل الأخبار الطيبة بإذن رب العالمين. تحياتي لكم أخوكم صلاح.